الملك صلاح أفضل لاعب في التاريخ، أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. يا له من أداء لمحمد صلاح، رجل المباراة، الملك، الأفضل في العالم، الأسطورة. أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم. أسست نجمنا المصري محمد صلاح العالمي يهدي نونيز هدف الفوز ليفربول على نيوكاسل في أصعب مباراة ليفربول. بيلاعب نيوكاسل على أرض وسط جمهور نيوكاسل، الفريق القوي جدا من العام الماضي المتألق اللي هيلعب تشامبيونز ليج السنة دي، وخسران بهدف من خطأ أرنولد وطرد فيرجيل فان دايك في الشوط الاول. كل دي كانت معطيات ان نيوكاسل هيفوز فوز كبير. كلوب قدر يلعب بذكاء، ما جازفش، ما اندفعش، فضل مموت المباراه ومنيم المباراه ومقفل ورا لحد لما نزل نونيز وقدر يسجل الهدف التعادل من اسيست لجوتا. وفي الدقيقه 87 اسيست عالمي من نجم محمد صلاح يسجل نونيز هدف الفوز في مباراه صعبه جدا، عشان يقول ان ليفربول ما انتهاش وليفربول موجود، وان ليفربول ممكن بقتاليه ودعم بلاعبين بس باك يمين ولاعب نص ملعب يقدر ممكن ينافس السنه دي اذا ما مشيش نجمنا المصري محمد صلاح. ان كل التقارير بتقول ان بعد الماتش ده هيسافر دبي عشان يعمل كشف طبي لينتقل لنادي اتحاد جده السعودي. مش عارفين ايه اللي هيحصل، كله هيبان في الساعات القادمه. هل صلاح هيتنقل لاتحاد جده ولا هيفضل في ليفربول؟ اداره ليفربول انفتحت لما اتحاد جده زود عرضه ل 120 مليون يورو، وقالت صلاح عنده 31 سنه وهيبقى ناقص له سنتين، السنه الجايه هيقدر يوقع بلاش، فنستفيد بالفلوس. يورجن كلوب معترض وبيقول صلاح نجم الفريق وركيزه اساسيه. صلاح العرض فلكي ولكن مش عايز يضغط على اداره ليفربول، بيحب ليفربول، بيحب جماهير ليفربول، وبيشوف ان الاداره ويورجن كلوب هم اللي هيحددوا مصيره، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا عشان القناه ما بقتش متشافه زي الاول لمعظم جماهيرنا. يا ريت تعملوا لايك وشير كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.